السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب ميرو؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير. فيديو جديد ان شاء الله، وربنا يا رب يرزق الايد اللي هتحطي لي لايك وهتنزل في الكومنتات تصلي على النبي بزيارة سيدنا النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. النهارده الجو كان هوا شوية، اي نعم الشمس كانت طالعة وحلوة، بس كان الجو حقيقي في لسعة هوا، والحقيقة يعني حتى لو الشمس طلعت كده شوية الصبح، بس بعد المغرب كده بنلاقي يعني لسعة سقعة كده طوبة بقى وكده. يلا كلها أيام ربنا إن شاء الله، ربنا يرزقكم من حيث لا تحتسبوا ويحقق أمنياتكم جميعا. احسنوا الظن بالله وإن شاء الله بإذن الله، يعني ما تيأسوش من أي حاجة، ما تبطلوش دعاء وما تبطلوش تطلبوا من ربنا كل اللي انتوا عايزينه. ربنا يرزقكم باللي تتمنوه انا وانتوا، اللهم امين يا رب العالمين. هبدأ بقى يومي كده. فطرت طبعا الحمد لله رب العالمين، وقلت اعمل فنجان قهوة لان انا كان بقالي يومين تعبانة جدا وعندي برد، يعني بداية رشح، بس كان البرد كان في جسمي فكنت تعبانة قوي قوي، فعايشة بالقهوة والبنادول بعد الفطار على طول. الحمد لله انا احسن النهاردة بكتير الحمد لله. قلت اعمل شوية يعني اكل شتوي بقى كده، يعني بمناسبة التعب اللي احنا فيه ده. هاسلق النهارده لحمة، واللي متابعني عارف إن أنا ما باسلقش اللحمة بالطريقة دي إلا لمّا تكون ظروف معيّنة. أنا باحب أشوّح اللحمة أدّيها صدمة كده بمعلقة سمنة بلدي، وبعدين أنزل بالمَيّة السخنة والبوكيه جارنيه بتاعي. النهارده اللحمة حل حل مش بُصّوا مش عارفة، حلفت ما تفُك، مطلّعاها من بعد صلاة الفجر، ودلوقتي مثلًا الساعة 22:00 والّا 23:00 اللحمة كإني مطلّعاها من الفريزر متلّجة تلج. فرُحت حاطة مَيّة مغلية على النار وفيها البوكيه جارنيه اللي تحبيه. أنا باحط لورا وحبهان وجزراية، طماطماية، بصلاية، كده. اللحمة بدال متلجة معاكِ وهتمسكيها تقطّعيها لسه بالسكينة إيديكِ هتطولها يعني، لازم تدّيها شطفة كده تحت الحنفية. لكن لمّا بتكون اللحمة لسه جايباها سخنة طازة من عند الجزار، باشوّحها على طول وما باغسلهاش أبدًا. اللحمة مش باغسلها خالص إلا لمّا أكون هاعملها بالطريقة دي. يبقى أنا اللحمة باغسلها لمّا تكون خارجة من الفريزر وهتلمسيها بإيدِك وهتقطّعيها وهتحطّيها على بلانشة وكده، خلاص مسكتيها يبقى لازم تغسليها. وهاعمل شوية شوربة عسل، وهاقول لِك إزاي شوربة تطلع منِّك فاتحة وجميلة. هاضرب بس كده معايا نُص كيلو من الطماطم في الخلاط، هاحط عليه كوباية مَيّة ومعلقتين كبار من صلصة الطماطم. وعايزة خضار رايق وجميل لازم تصفّي الطماطم. وطبعًا هييجي مقطع دلوقتي أنا ما رضيتش أشيله، من ضمن كوارث ومصايب التصوير واليوتيوبر، الحاجات اللي بتحصل طبعًا الفيديو اللي بيطلع لكم ده في 17 دقيقة، أنا ممكن أكون بادفع تمنه ساعة أو 2 تعب. هاقول لكم دلوقتي المقطع هو هييجي يعني. لكن باقول لِك لو أنتِ عايزة لحمة حلوة وفاتحة، شوربة جميلة ورايقة، يبقى لازم لو في طالعة معاكِ أي ريم كده، طبق ومعلقة كده جنب اللحمة وهي بتتسلق، وأول بأول تشيلي الريم الأسود. والحقيقة لحمتي زي الفل وزي العسل، ما طلعتش ريم ولا ريمت خالص. هتعملي إيه يا ميرو بقى؟ أنا النهارده هاطبخ سبانخ. السبانخ دي كنت من يومين كده، أول امبارح كنت أنا والولاد عند ماما، ولما ببقى عند ماما بصراحة السوق عندها رائع رائع خطير. باروح ألاقي الفلاحين الصبح قاعدين بخيرات الله. فأنا لما باروح هناك باجيب بصراحة كل حاجة حلوة من هناك من عندها. المنطقة اللي هي ساكنة فيها ماما السوق بتاعها صبح وليل بصراحة مش بيقفل، وكل خيرات ربنا. ربنا يا رب يحلي أيامها ويحلي دنيتها وما يحرمني أبدا منها ولا من بيتها. فجبت سبانخ بقى، وسبانخ جميلة القصيرة الفلاحي الجميلة دي. هخرط كمية السبانخ. أنا غسلتها. لو عروسة جديدة بقى ولا سنة أولى مطبخ أول مرة تتفرجي على الفيديوهات بتاعة الطبخ، لازم تعرفي إن الحتة الحمراء اللي في السبانخ دي اوعي ترميها، دي بتتقطع مع السبانخ.
ادي بقول لكم بصوا، بعد ما صفيت شفشق الطماطم كله بالمصفى الضيقه السلك وعملت كل الكلام ده كله، بعمل كده ايديا راح الشفشق ده كله واقع ومدلوق على السجاده وعلى البوتاجاز وعلى التربو، وبهدل لي الدنيا خالص بصوا، ما قُلتش إلا لا يعني قدّر الله ما شاء فعل، الحمد لله، وقعدت أقول إنا لله وإنا إليه راجعون عشان أهدّي نفسي، لإني لو كنت صُرت ساعتها يعني ما كنتش هاكمّل بقية الأكل، لإن أنا كنت فعلًا تعبانة، كنت فعلًا تعبانة، قعدت أشيل وأحُط وأمسح وأعمل، الحمد لله، وزي الشاطرة رُحت ضاربة شفشق تاني، بس حلفت قُلت والله ما أنا مصفّياه، يعني بُصّوا كنت تعبت بقى، كنت تعبت ودراعي وجعني فما صفّيتوش. الحلة دي فيها برضه حتة سمنة بلدي، وصفّرت البصلاية رُحت نازلة بإيه، رُحت نازلة بشفشق الطماطم number 2 التاني يا فوزية، والله العظيم إحنا كستات لينا الجنة، لينا الجنة الحمد لله. خلاص سِبتها بقى اتسبِّكت على نار هادية، أنا باعمل طبعًا تسبيكة الإيه، السبانخ، وأول ما نطرت إيدامها كده والسمنة طلعت على الوش، خلاص حطيت ملح وفلفل أسمر، السبانخ أو الخضار عامةً ما بيتحطّلوش إلا كده يا جماعة، ملح وفلفل، هو ده يعني بُصّوا سبانخ بقى صعيدي بطريقة أمي الله يدّيها الصحة يا رب. خلاص شايفين طبق السبانخ اللي كان قد كده ومليان على تُمّة عينه ده، أهو هنحطّه في الحلة دقيقتين مش هيبان، شايفين؟ أهو. يعني ما يغركيش تقولي ياه! ده أنا عايزة حلة كبيرة، لا، لا، لأ، هي السبانخ بتبقى هايشة كده، وأول ما بتنزل في الصلصة بتاعتها 5 دقايق كده بتنزل لتحت وإيه، وبتدبل. دول معلقتين رز، معلقتين بالعدد، غسلتهم في مصفى كده ونزلت بيهم على السبانخ، بتحبي تحطي لها فريك حطي لها، بتحبي تحمّري لها شوية لسان عصفور أنتِ حرة، اللي أنتِ بتحبيه، أنا أمي بتعملها كده وأنا باعملها زي ماما، خلاص، معلقتين رز صغننين مش هيبانوا أصلًا، بس بيدّوها تُقل وقوام تحفة، خلاص حطيتها بقى على إيه العين الهادية اللي ورا كده، تغلي لها غلوتين وكانت اللحمة اتسلقت، ما شاء الله اللحمة بتاعتي كانت حلوة وصغيرة يعني واتسلقت بسرعة، يعني نُص ساعة اللحمة دي اتسلقت الحمد لله. بُصّوا الشوربة بقى رايقة وفاتحة وجميلة إزاي، السر يا ميرو، السر إن أنتِ ما تحطّيش في البداية مع البوكيه جارنيه بتاعِك ما تحطّيش فلفل أسود، الفلفل الأسود بيغمّق الشوربة معاكِ، الطماطماية والجزراية والبصلاية دول بيخلّوها رايقة وفاتحة وجميلة، وبيخلّوها كمان معسّلة جدًا، جدًا، جدًا. كانت السبانخ بتاعتي كمان خلصت هي ورا، وبتعرفي منين إن هي خلاص واستوت، بتطلّعي كده رُزاية بتلاقيها استوت، خلاص بتحسّي إن هي كده خلاص إيه، خدت سواها المضبوط التمام. أنا بقى باطلّع كل اللحمة اللي اتسلقت دي بانزل بيها في الخضار، ولادي بيحبوها بالطريقة دي. كنت ساعات باخدها طبعًا أنا حريصة جدًا بقى وأنا باطلّعها من الشوربة، الشوربة بتاعتِك أنا حريصة باطلّعها ليه بقى، لإن هايدي بنتي ولادي كلّهم بصراحة لو لقوا حتّة بصلاية كده نزلت كده مع مش بيحبوا البصل ده، رغم إن أنا البصلاية المسلوقة اللي في الشوربة دي عندي استعداد أطلّعها من الشوربة آكلها، لكن ولادي لأ، خالص، مش بيحبوا خالص. فأنا كنت حريصة إن ما يطلعش ولا واحدة حبّهان ولا ورقة لورا ولا أي بصلاية ولا أي حاجة، نشلت كده اصطادت اللحمة نزّلتها في السبانخ، ده لسه ما خلصتش اصبروا، هنعمل لها حتّة طشّة هتجيب ريحتها يعني تجيب الجَو بقى، لو عروسة ولسه أول مرّة بتتفرّجي على فيديوهات يوتيوب بتتعلّمي الطبخ يعني، بُصّوا السبانخ دي مش أي حد يعملها، ولا أي حد يعرف يطبخها، وطبعًا كل واحدة ليها نَفَسها في الأكل. بس أنا باقول لكم أساسيات، أساسيات يعني، لازم السبانخ بيتعمل لها طشّة زي طشّة الملوخية، معلقة سمنة بلدي وعليها فصّين توم مهروسين، بانزل الأول بالتوم على السمنة أصفّرها أدّيها اللون الدهبي، ما تحطّيش أبدًا الكزبرة الناشفة من البداية، لإن الكزبرة بتتحرق بسرعة، بتاخد لون بتلوّن بسرعة يعني، لأ لازم التومة بتاعتِك تصفَر شوية كده، وبعدين تنزلي بقى إيه، بمعلقة كده حلوة محترمة من الكزبرة إيه، الناشفة. عملنا لها طشة محترمة، طُشي بقى يا ستي وشمي الريحة، واوعي تنسي تاخدي الشوية اللي في الطاسة دول، خلاص، عملنا السبانخ، باقول لكم مش قادرة أوصف لكم الريحة، أكلة شتوي، 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 يعني بصراحة خطيرة، السبانخ دي بتنزل في قلبنا كده، كل البيت بيحبها، ركنتها بقى على جنب ويالّا نعمل شوية رز بشعرية، بُصّوا زي الكتاب ما قال. يعني بعد الفيديو ده والله العظيم هتبقي متميزة بالرز بتاعِك، ياكلوه كده أكل من غير ما يحطّوا عليه خضار، أهم حاجة المادة الدهنية بتاعتِك تكون كتير في الحلة،
أنا طبعًا شغلي كله بالسمنة البلدي، عايزة تعمليه بزيت ذرة، عايزة تعمليه بزبدة صفرا، اللي أنتِ عايزاه، مش بالزمِك تعملي زي أنا ما باعمل، بس أنا باقول لِك الأطعم والأجمل، معلقتين حلوين سمنة بلدي كده ويكون الشعرية منغنغة في السمنة زي ما أنتِ شايفة كده، خلاص، تحمّري الشعرية حلو، لإن الرز أبو شعرية لمّا بتنزلي بالمَيّة بتاعتِك لونه بيفتح درجتين كده، فلازم الشعرية تاخد اللون الجولد الدهبي ده. بعدين غاسلة كيلو من الرز المصري، دول 5 مجّات رز مصري، خلاص؟ برضه تنزلي بالرز على الشعرية وتشوّحي وتقلّبي، لازم الرز والشعرية الرز بتاعِك يتغلِّف كويس جدًا من السمنة، خلاص؟ عشان يبقى مفلفل وجميل والرزاية برُزِّتها وبيلمع وتحفة. هانزل بيه كمية الملح بتاعتِك اللي أنتِ بتحبيها بقى، يعني خلّي ملحِك مضبوط. وبعدين غالية كاتل مَيّة سخنة، أنا باغطّي الرز بالمَيّة وبيطلع معايا حلو ومضبوط جدًا. لو أنتِ مش عارفة مقدار المَيّة، كوباية الرز المصري بتاخد كوباية وربع مَيّة مغلية، بس كده. تمام، يالّا نعمل حاجة حلوة بقى بمناسبة البرد اللي إحنا فيه ده، بسيسة الذرة الخطيرة اللي بطريقة ماما ومقاديرها اللي ما باغيّرهاش من 23 سَنة. شفشق الخلاط بتاعِك، هاتي كوباية ونُص من السكر، بس الكوباية اللي تعايري بيها السكر تعايري بيها كل المقادير، كوباية ونُص من السكر الحبيبات عادي بتاعنا، عليه كوباية من الحليب، وعليه كوباية إلا ربع من الزيت الذرة أو زيت عباد، زيت نضيف يعني. كله في الخلاط، ومعاكِ كمان 3 بيضات تنزلي بيهم في الخلاط، وده البيض يبقى على طول وراه تحطي يا إما 3 أكياس من الفانيليا، يا إما معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، تمام؟ يبقى دي إحنا بنحط في الخلاط كل المواد السايلة على بعضها، دي المقادير دي يا جماعة مقادير صينية مقاس 30، تمام كده؟ هتضربي كله في الخلاط علشان تسهّلي الدنيا على نفسِك، وعايزة الخليط بتاعي ده يفتحّي خالص، خالص، خالص. ال المقادير دي صينية مقاس 30 زي ما باقول لكم، ما تغيّروش المقادير دي خالص وأنتِ تطلعي بنتيجة روعة. معلقة كبيرة من الخل الأبيض، مش بيضيّع زفارة البيض وبس مع الفانيليا لأ، ده كمان مادة رافعة، ده كمان بيخلّي لِك أي كيك، أي بسيسة، أي حاجة بتعمليها من جوّه هشة وطرية وبيضة وجميلة. أهم حاجة عندي تضربي مش أقل من 3، 4 دقايق الخليط ده كله في الخلاط، خلاص؟ أو لو عندِك مضرب كهربا أو على إيديكِ بالمضرب اليدوي، لكن أنا ما فيش إيد ولا فيّا دراع، أنا دراعي واجعني جدًا يا جماعة، وكل لمّا الدنيا البرد بيشتد أنا باحس بألم في دراعي أكتر وأكتر. كنت وأنا عند ماما برضه في السوق من عند الفلاحة جايبة نُص كيلو دقيق ذرة. دقيق ذرة الفلاحين طعمه غير خالص الدقيق الذرة المُعبّأ في الأكياس بتاع الشركات، والله العظيم أنا كنت كل حتّة أروحها أدوّر على دقيق ذرة عند أي فلاحة هنا عندي مش لاقية، ما صدّقت لقيتها قاعدة بيه، قُلت أجرّب في نُص كيلو ويا ريتني جِبت كيلو، تحفة والله العظيم تحفة، ده دقيق الذرة الصفرا لازم يتنخل، لإن بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده بيبقى فيه قشر وحاجات كتير مش زي التاني بتاع الشركات بيبقى ناعم أوي، وده السر إنه بيبقى ده أحلى بصراحة، ده أحلى بيدّيكِ التطعيمة الجميلة بتاعة بسيس الذرة، يبقى كوبايتين دقيق ذرة منخولين عليهم كوباية من الدقيق الأبيض، باورّيكم المنخول ده كنت لسه جايباه برضه من السوق من عند ماما، صغنون وجميل كده وعلى قد البولة البايركس دي، حلوة أوي. آدي المواد الجافة 2 دقيق ذرة، واحدة دقيق أبيض، كيس كيك شيف أو كيس بيكنج باودر وذرة ملح. هنقلّب كل المكونات الجافة دي مع بعضها، نيجي بقى جايبين عليها كل المكونات السايلة اللي ضربناها ضربًا مبرحًا في الخلاط، خلاص؟ بتقلّبي بيه الويسك أو المضرب اليدوي كده على اتجاه واحد وإيديكِ لفوق، بتدخّلي للخليط بتاعِك هوا، تمام؟ خطير. لو لقيتيها خفيفة شوية صغيرة تبقى محتاجة معاكِ معلقة من الدقيق الأبيض، بُصّوا معلقة واحدة، معلقة من اللي بناكل بيها الرز، يبقى أخدوا كوبايتين دقيق ذرة، كوباية دقيق أبيض ومعلقة، كوباية دقيق أبيض ومعلقة، هيبقى معاكِ القوام perfect وهتبقى معاكِ الطريقة بُصّي اعتمديها، والله العظيم اعتمديها. هاحاول أحُط لكم المقادير بتاعة بسيسة الذرة دي في صندوق الوصف عشان تاخدوها screenshot تخلّوها عندكم، عمرها ما هتجلّي منِّك أبدًا، أبدًا، أبدًا لو عملتيها بنفس طريقتي دي. الصينية دي جرانيت وكل حاجة، بس أنا بارتاح نفسيًا لمّا بادّيها مسحة بالفرشة السيليكون كده، دهنة زيت خفيفة جدًا، خلاص، مسخّنة بقى الفرن بتاعي وما عملتش النهارده ما ولّعتش الفرن الكبير، لإني ما كنتش هادخّل بصراحة حاجة تانية الفرن.
فاستحرمت إن أنا أولّع الفرن الكبير أوي ده وأسحب غاز كتير، رُحت مولّعة التوستر كده يعني ما خدتش منّي 25 دقيقة، ولّعت الفرن الكهربا عليها هي لوحدها بُصّوا صغنطط كده قدّها، أخدت بالضبط 35 دقيقة على على الشبكة اللي في النُص، وقعدت 35 دقيقة على درجة حرارة 180. شايفين الجمال؟ أنا باحب جدًا سِوَى الصينية دي بصراحة، يعني دايمًا باقول لكم الألمونيا، الألمونيا، لكن الصينية الجرانيت دي خطيرة، بتطلّع لي وِش الصينية زي قعرها بصراحة، بُصّوا، يعني الوِش زي القاعدة. حلوة أوي، 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 كانت جميلة، طبعًا ما تقطّعيهاش أبدًا إلا لمّا تبرد، أنا طلّعتها على الكوستر الخشب ده، بردت خالص كده بعد نُص ساعة والّا حاجة، الجو أصلًا بُصّوا يعني ينشّف البني آدمين مش هينشّف ال البسيسة، طبعًا كانت خطيرة، 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 الناس اللي عندها مشاكل في عمل الكيكات أو البسيسة وتقول لِك أنا بالاقيها ملزّقة من فوق، ملزّقة من فوق ده ممكن تكوني مكتّرة السُكّر، لأ. تقول لِك مكتومة مش هشة ما أعرفش إيه، اتبعي الخطوات دي هتطلّعي كيكة أو بسيسة ذرة، وأنا بصراحة باحب طول الشتا البسيسة، يعني أنا ناس بتقول عليها هريسة الذرة، وناس بتقول كيكة الذرة، وناس بتقول بسيسة ذرة، أنا عارفاها بالبسيسة يعني، دي طريقة ماما ربنا يخلّيها ويدّيها الصحة والعافية، اللي ما باغيّرهاش طول عمري. حفظتها بقى في العلبة اللي هي الصاج دي، أحلى حاجة، أحلى يعني علب تحفظي فيها الكيكات والبسكوتات والحاجات اللي زي كده يعني، هي العلب الصاج بصراحة. رُحت حاطاها بقى كده، وعايزة أقول لكم إن الرز هنا خلاص كان استوى وكنت كمان طفيت عليه. الرز مش بيتقلّب يا جماعة، ما تقلّبيليش الرز أبدًا، أنتِ أول ما يتشرّب المَيّة بتاعته حطّي له شياطة، ما عندكيش شياطة هدّي عليه النار، خلّي النار شامعة، شوية رز مفلفل والله تحفة، تحفة، تحفة. على فكرة أنا عملت كمان لسان عصفور، بس ما رضيتش أصوّره يعني، ما حدّش في الدنيا أنا لو وقّفت أدهم ابني هيُقف يعمل شوية لسان عصفور، ما رضيتش بقى إيه أصوّر اللسان العصفور عشان أنا ما أطوّلش عليكم الفيديو حبايبي. إيه رأيكم بقى، إيه رأيكم في شوية السبانخ؟ أنا متأكدة إن الريحة وصلتكم وأنتم بتتفرّجوا على الفيديو، شوية سبانخ خطيرة بتريكات وتكات، أمي الله يدّيها الصحة والعافية يا رب، يعني الحمد لله على النَفَس الحلو، أنا واخدة النَفَس الحلو على فكرة في الأكل منها بشهادة كل اللي ياكل من إيدي، آدي شوية الرز التحفة، لسان العصفور، اللحمة كانت دايبة في قلب السبانخ بصراحة، كانت خطيرة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون نال رضاكم وتكونوا استفدتوا منه من فضلكم ما تبخلوش عليا في اللايك واعملوا مشاركة للفيديو لسه ما اشتركش عندي يشترك وينورني ربنا يحسن ما بين ايديكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشوفكم في فيديو جديد كالعادة حلو ومفيد سلام عليكم باي باي